لأن الأمر ما يسمحش أنك تتلاعب، وما نعيشوش مرتين. كي يجي الموت ما تقولوش ربي سنة نعاود ما راكش في المدرسة تعاود سنة. إذا جاتك الآجال نتاعك ما ينتظرك حاجة. وربي يذكر لنا هذا في القرآن كم من مرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربي قال في أداة ردع لهذا الإنسان، قال كلا، ردع هنا، هذه ردع، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا الاستدراك، هذا الردعي، هذا وش يقول لك ربي سبحانه وتعالى؟ هذا انت تهضر في الكلام هذا، انت تقول ارجعون أو لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النهاية خلاص، لحقت إلى النهاية. إخواني الكرام، أنتم اليوم في أمان الموتى. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبور وقال هذه القبور، أن أصحاب هذه القبور إن أحدهم لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيركع ركعتين مما تحقرون أنتم. احنا نحقروهم ركعتين دركا، احنا هذوك الموتى احنا رانا في الأمنية نتاعهم. ولذلك جاء أحد الناس المذنبين، كما نقولوا احنا واحد خارج الطريق، جاء عند أحد السلف وقال له أعطيني موعظة، لازمني نتحرك، أعطيني موعظة مليحة، حرك لي قلبي، خليني نتوب إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال له أحد السلف؟ أخذه من يده وذهب به إلى المقبرة وقال له ماذا يتمنى هؤلاء الناس اللي في القبر؟ وشهم يتمنون؟ قال يتمنى أحدهم لو يرجع يصلي ركعتين، ويتمنى يرجع أحدهم فيصدق ويكون من الصالحين، ويتمنى أحدهم أن يرجع فيصوم لله في يوما يبعده عن النار، ويرجع أحدهم فيصلح ما بينه وبين الناس وبينه وبين الله. قالوا شفت هذوم يتمنوا كامل وشهم يتمنوا، أنت درك راك في الأمنية تاعهم، أم يتمنوا يكونوا كيما أنت درك، ما لا اغتنم الأمنية تاعك. فقال الراوي قال فرجع عن المعاصي وتاب توبة نصوحة. يعني هذه الموعظة تعظك، هذه الموعظة وتعتبر النعمة التي أنت فيها. ولهذا يقول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل عنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شوف متقين، أنفقوا، داروا، مدوا الخير، مدوا أموالهم، داروا أشياء كثيرة، ولكن عندهم واحد الحاجة بزاد تكرهم ربي بها مليحة، ممكن تزل بهم الأقدام فيفعلون ما يفعلون، وقد يفعلون الفاحشة الكبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب الصغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شوف البطولة هنا راهي، الفوز راهو هنا، بمجرد ما تزلق رجلك ما تقولش خلاص أنا نعاود توليت نكمل عليها، لا، غير تزلق رجلك عاود نوض وقل استغفر الله وتوبوا إليه وعاود ارتمي عند باب الله سبحانه وتعالى. هنا راح تدمر إبليس، راح تدمره تدميرا. ولهذا ربي قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، ما قالكش نكمل عليها، ما قالتش أنا يا خلاص تفرط فيا ما نتزوجش نكمل هكذا في الفساد، ما قالتش أنا خلاص تفرط فيا نكمل حياتي كلها في الفسق والفساد، ما قالتش هذا الكلام. تابت إلى الله، زلقت مرة زوج ثلاثة، تابت الرب سبحانه وتعالى، ما خلتش الشيطان يأخذ بها باش تولي جند من جنود إبليس. أنت كذلك ما تقولش خلاص أنا حكمت فيا عاود توليت، بطلت شهرين ثلاثة عاود توليت، خلاص ما نقدرش أنا خلاص تفرط فيا حياتي ضاعت. ما تقولش هذا الكلام أبدا، هذا كلام يوحيه إليك إبليس. تستطيع، لا يوجد معصية كي تحبسها تموت، ما كاش معصية كي تحبها يطرد العروق تاعك، كلش تقدر تحبسه، لأنه كان رب فوق 7 سماوات خلقك هو الذي وفقك. فلذلك الإنسان يفكر في نفسه الآن، وإحنا الدنيا الذي نحن فيها كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال عنها السلف لم يبقى منها إلا صبابة. شفت الصبابة هذيك اللي تبقى تاع القهوة الأخرانية كامل، هذيك لتحت كامل، ربي خلق الدنيا كاملة هكذا قد الكاس. والدنيا تاعنا حنايا من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا قاعدة هذيك الكمية الصغيرة هذيك اللي تبقى محجرة في الكاس، هذاك واش قاعد يتصببها الرجل في فمه، قاعدة هذيك الأخرى رانا نقطروا فيها ونروحوا. والله هذا وش قعد من الدنيا، هذا وش قعد تأخذ فينا موت الفجأة هكذا وهكذا. فلذلك الإنسان يتقي الله في نفسه ويتوب إلى الله، كما أن الإنسان يسارع. نقول لك علاش تسارع في التوبة؟ وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن صاحب الشمال ليكتب لك الذنوب والمعاصي، الملك ليكتب لك الذنوب والمعاصي. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني وغيره؟ قال
إن صاحب الشمال